هنعمله حبايبي مع بعض جمبري تحفة. شوربتها احلى من لحم من شوربة الفراخ واللحمة، هتعجبكم جدا وخفيفة قوي. تعالوا نشوفوا كده هنعمله مع بعض ازاي. الاول اهم حاجة ننضفوه، هنضفوه برضو بطريقة سهلة جدا من غير ما نفتحوه. بصوا هجيب خلة واشيلها كده من هنا، هطلع الرمل اهو على طول، حبل الرمل على طول. اعمل معاكم واحدة تانية، بمجرد ما بعملها بالخلة بتطلع بكل سهولة. بس حبيبي بضرب الخلة كده اهي، بتطلع معايا بكل سهولة، طريقة سهلة جدا. اوريكم واحدة تانية. بس حبيبي طريقة طبعا سهلة، من غير بقى ما بتفتحيه وتبهدليه. طبعا بخلة هتنضفيه كمية بسهولة جدا، متاخدش وقت. اغسله طبعا غسلة تاني حلوة، وبعد كده اقطع فلفل حامي وفلفل بارد وطماطمية. هجيب بقى مكعب زبدة وحبة زيت، وهرص معايا الجمبري. هتشربي شوية شوربة ملهمش حل، وطعمه هو طبعا جميل جدا بالزبدة. هديله تشويحة، بعد كده هحطله البصلاية، وبعد كده هحط البهارات بتاعته. طريقة سهلة وخفيفة، بتديكي نتيجة كويسة جدا. احط جنبي كمية الجمبري بتاعتي، وبعد كده يدوبك بس اشوحه. طبعا الجمبري مبياخدش سوا خالص. انا بقلبه طبعا بالراحة. تشويحة كده خفيفة. بعد كده بحط بصلاية وورق لورا وليمون، وبشوحه كده وبعمل له زي حفرة كده عشان احط بقى ايه التوابل بتاعتي. بحط بهارات سمك، كمون، كزبرة، بابريكا، وشوية ملح، ورشة فلفل اسود. طبعا هنا بعمل فلفل حفرة كده صغننة عشان خاطر البصل والتوابل تاخد من الزبدة. وبعد كده بحط فلفل حامي وفلفل بارد وطماطمية صغيرة. يبقى انا حبايبي حطيت بهارات سمك وثوم وكزبرة وملح وبابريكا. طبعا في حتة تومة حطيتها. كان عندي خضرة محشي في الفريزر، طلعت برضو حبة حطيتهم زي معلقتين كده يعني. طبعا لو في كرفس بيبقى احلى. انا بقى بحط كمية المية بتاعتي، بتشربي بقى شوربة بألف هنا وشفا، جميلة جدا. يدوق بقى ياخد غلوة، لان طبعا الجمبري مش عايز سوا كتير. بس الشوربة عاملة ازاي، يدوق غلوة وبطفي عليه. وتقدميه بقى مع شوية رز بألف هنا وشفا، شوية سلطة، جميل جدا. بس حبيبي الشوربة لوحدها تشرب، مش عايزة كلام يعني. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.